معلومات عن الجنية هند بنت الأحمر وعزيمة تحضيرها، وشرطها الوحيد عند حضورها لو بتخاف ما تدخلش. هي مش ملكة ولكنها أميرة حرب، بيحضرها السحرة في الحمام وبيذبحوا ليها ديك. بتحضر بقراءة آيات وعزائم معينة لمدة 7 أيام. لازم تولع شمعة وبخور معاه لبان ذكر وتقول العزيمة: بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما يفعلون. أجيبيني يا هند بنت الأحمر، أنت ومن معك، بحق الرحمن علم القرآن، وبحق النجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أجيبي يا هند بنت الأحمر أينما تكونين، في الأرض أو مغارسها، وبحق قاف والقرآن المجيد، وبحق المرسلات عرفة فالعاصفات عصفة، وبحق جبرائيل وإسرافيل عليهما السلام، وبحق السيد سمسائيل ومن له الطاعة عليكم، وافعلوا كذا وكذا. وبعد ما تقول أنت عاوز إيه، تقول: دلوقتي الساعة، ولقد علمت الجنة أنكم لمحضرون. ولازم تكون لابس أحمر ومعاك علم أحمر مكتوب عليه بلون ذهبي: لا غالب إلا الله. وهذا هو شعار المملكة التي تنتمي إليها. ولما تحضر لازم تقبل بشروطها، وشرطها الوحيد هو ممارسة الجنس والزواج من الشخص اللي ظهرت لي. ولو هي اتجوزت من شخص بترفض إنه يمارس العلاقة الزوجية مع أي ست تانية، ومن توافق إن هي تحضر له بتديله فلوس كتيرة، ويقال أنها مجوسية. الدجالين بيلاقوا صعوبة شديدة جدا في صرفها. أحيانا تحضر لأول مرة على شكل دجاجة بيضاء، وبعدها تتحول لامرأة جميلة، وبعد كده بتدعوك للضيافة عند أهلها ولا يمكن رفض دعوتها. بعدها تاخد منك العهد وتحقق لك كل أمنياتك.